على قبر المذيع يقول له شنو شعور اهلك هم قاعدين على الفطور ودا يشوفوك بمقبره تندفن، يشيلون حصته من الفطور، ايش مدريني؟ شو البرنامج المرعبان؟ آخر كلمة في حياتي أوجهها لأبنائي. آخر كلمة أقولها في حياتي، ميدي ميدي، الحقوني من هذا المقدم، هيلب هيلب، وخلي واحد يجي من الولد يطفي العالي ما سنتافي بالمقبرة لا يقعد الباتري. هذا قلت لا، سكوا الفنان. هذا المنور وين راح؟ انه بظلم، انه بظلم. شو هذا مرة يضوي مرة يظلم. شنو آخر كلمة بحياته وعافه قدام القبر وراح؟ هذا سوى له دفلة اجتماعية شنو؟ شنو الغاية من هذا البرنامج؟ على عيني وعلى راسي رمضان لازم الواحد يتذكر الآخر، بس هاي راح تسبب عقد نفسية للضيوف ولعوائلهم وللمشاهدين. يعني أنا لما أشوف أبويا طالع بلقاء داقي له لافتة قدام قبره، وين الموعظة بالموضوع؟ يعني شو راح اتعظ اني؟ ابويا مال وانا شو انوعظ؟ بعدين حرمة الميتين وين؟ اسمائهم طالعه الميتين يا عيني. يعني جايب درون تفتر فوق القبور تالي الليل. بعدين ليش وقت يبقى العراق يجيب مشاهدات بالموت وما يجيب مشاهدات بالحياة؟ والله هذا برنامج كذب مو عمد الموعظة، والله عمد المشاهدات، والله عمد المشاهدات. اقول لك خاف هذا اعلان مال مقبرة. مو دا اقول هذا البرنامج بيسبونسر. يا